السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض العيش البلدي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت. أتمنى إن الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ولقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معانا دقيق منخول متعدد الاستعمالات او دقيق مخبوزات ومنخول بمنخول ناعم يعني فتحاته ضيقه، ومعانا دقيق ذره منخول بمنخول سلك فتحاته اوسع شويه، ومعانا ملح وسكر وخميره وميه دافيه للعجن. وطبعا هكتب لكم المقادير بالجرامات في صندوق الوصف. هنا هنوزع دقيق الذره على دقيق المخبوزات زي ما انتم شايفين كده، او الدقيق العادي بتاعنا، وهنحط معاهم الملح برضو، ونبدأ نقلب المكونات دي من فوق لتحت عشان تتوزع مع بعضها. وطبعا دي الذرة احنا بنستخدمه هنا علشان رغيف العيش ما يشدش معانا كده في الاكل، ويكون طعمه حلو وفي نفس الوقت ما يشدش معاك في الاكل. وهنبدا ان احنا نوزع المكونات زي ما انتم شايفينها كده، وبعد ما اتاكدنا انها اتوزعت نبدا نعمل حفره في الدقيق بتاعنا كده عشان نحط فيها شويه ميه. وطبعا هنحط الميه بتاعتنا بالتدريج علشان انتوا عارفين ان الدقيق بيختلف نوعياته ودرجه استيعابه للسوائل. حطينا الميه بتاعتنا وهنحط فيها الخميره والسكر، وطبعا انتوا عارفين ان الخميره بتحتاج سكر علشان تبقى نشطه. وهنبدا ان احنا ندوب الخميره في الميه اللي موجوده هنا عندنا، ميه دافيه طبعا. وهنبدا ننزل الدقيق الموجود في الاطراف هنا عندنا في الميه الموجوده هنا عندنا علشان نبدا نعجن. وطبعا انا بعجن بايد واحده عشان طبعا لسه الدقيق خفيف مفهوش سوائل كتير، والايد التانية بحرك بيها او بلف بيها الحله زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى سهل عليا ان انا اعجن لان الكميه كبيره. وطبعا الميه زي ما انتم شايفين بنحطها بالتدريج حبه بحبه لغايه ما اوصل لدرجه العجين اللي انا عاوزاها، تكون العجينه ملساء وفيها رطوبه كده ولينه وبتلزق في الايد حاجه بسيطه. وطبعا انا باخد حته عجينه وبمسح بيها اطراف الحله عشان تكون نظيفه زي ما انتم شايفين كده، وابدا ان انا اعجن من فوق لتحت واقلب العجين، اقلب الدقيق كده عشان بيبقى فيه دقيق تحت، نحاول ان احنا نوزعه مع العجين الموجود هنا عندنا. وطبعا انا بحط في الاخر الميه بنحطها بالراحه بقى او بنسب قليله جدا علشان بس ان احنا نخلي او ندوب الدقيق الموجود عندنا تحت زي ما انتم شايفين كده، لان انا خلاص وصلت لليونه اللي انا عاوزاها للعجينه، فمش هحتاج ميه تاني للعجين علشان ما اضطرش لو انا حطيت ميه كتير ما اضطرش ان انا احط دقيق تاني علشان اظبط العجينه. فبالتالي ان انا هحط في الاخر حبه بحبه صغيرين او بنسب قليله. وزي ما انتم شايفين كده العجينه طيعه ولينه وفيها رطوبه معايا زي ما انتم شايفين كده، وبتتعجن بسهوله كده. خلاص هي مش محتاجه ميه. وبس كده خلاص. وهنغطي العجين بقى بكيس ونحطها في مكان مظلم ودافي لغايه ما تخمر. وهنا بعد ما خمرت هنبدا ان احنا نقرصها. هنا بقى هنقرص العجينه على شكل كور صغيره قد البرتقانه البلدي كده. وطبعا احنا حاطين صينيه وفرشين عليها مفرش او مفرش عجين ورشينه دقيق، وبنقرص عليها بقى ايه العيش او زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بناخد بقى اول كميه احنا عملناها. طبعا انت بقى عايزه تعلميها بنغزه من صباعك او كده علشان بتكون هي خمرانه. ونبدا ان احنا نفرد العجينه بتاعتنا كده بقى، هنفردها بحوالي سمك 2 سنتي. طبعا هنرش دقيق الاول ونرش دقيق فوقيها، لازم يتحط لها كميه وفيره من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. هنحطهم فوق بعضهم. وطبعا كل ما تحطي 2 او حاجه ترش دقيق كتير عشان ما يلزقوش طبعا في بعضهم. وهنعمل قدامكم واحده تانية اهيت، هنرش دقيق تحتها ودقيق فوقيها ونبدا ان احنا نفردها. نستخدم بقى فرادة العجين
زي ما انتم شايفين كده. مش هنفردها، مش هنرفعها قوي، بسمك 2 سنتي ولا حاجه كده، عشان طبعا هنستخدم المكنه، مكنه الخبيز. دي مكنه الخبيز بتاعتنا. طبعا هنستخدم الناحيه اللي هي الملساء ديت، وطبعا على ارفع حاجه عندها. انا هنا ظبطتها على الصفر طبعا. وزي ما انتم شايفين كده بحط العجينه اللي انا فرداها في الجهه الملساء اللي بقول لكم عليها، وبلف بايدي التانية. تشوفوا معايا رغيف تاني، وبمسك طرف الرغيف زي ما انتم شايفين كده، بشده، بس ما تشدوش قوي عشان ما يتقطعش منكم. بشده حاجه بسيطه ان هو يمط معايا بس. وطبعا هنا على فرن ساخن مسبقا طبعا على اعلى درجه حراره، علشان العيش ما يصملش معانا ويرتفع كده في الفرن زي ما انتم شايفين كده. طبعا العيش ما شاء الله طالع قابب وجميل من الفرن زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم الفرن يكون عالي عشان العيش ما يصملش منك وما يرتفعش في الفرن زي ما انتم شايفين كده، وهيطلع ناشف. وطبعا انت لو عايزه العيش يكون طري طبعا بتحطيه فوق بعضه كله، لو عايزاه ناشف بتوزعيه بعيد عن بعضه لغايه ما ينشف. وطبعا بنبدا نلفه في الفرن زي ما انتم شايفين كده علشان ياخد لون من كل الجهات. وطبعا ما شاء الله الرغيف معانا طالع طري جدا، ولا استخدمنا زيت ولا استخدمنا لبن ولا استخدمنا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. مكونات اقتصاديه جدا، والعيش قابب وقلبه مفرغ خالص. وكل ما ياخد لون تقلبيه زي ما انت شايفه كده عشان ياخد لون من الجهه التانية. وممكن بعد ما تطلعيه طري كده تحطيه فوق بعضه وتحتفظي بيه في كيس في الفريزر، منين ما تحبي تطلعيه. وطبعا العيش هنا زي ما انتم شايفين كده بيبقى عليه دقيق من فوق، لازم ولابد ان انت تنضفي العيش، يعني تمسكي رغيفين كده وتنضفيهم من بعضهم من الدقيق علشان ما يعفنش معاكي.